ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من مصراتة السيد محمد سند، مسؤول اللجنة الأمنية المكلفة حماية جثة القذافي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. هل كانت مهمتكم صعبة اليوم؟ كيف كان الوضع الأمني قبل دفن جثة القذافي؟ مساء الخير أختي العزيزة، نشكر قناة الآن على مناولتنا معنا جميع الأحداث ومشاركتنا معنا هذه الثورة الشريفة التي أشرف عليها الشباب الليبيين ودفعوا حقها من دمائهم الطاهرة. مساء الخير أختي العزيزة. يسعد مسك. بالنسبة للوضع الأمني اليوم سيد محمد، كيف كان قبل دفن جثة القذافي؟ الوضع الأمني وضع مستقر ووضع جيد، وإحنا الشباب الليبي شباب واعي وشباب مسلم ومثقف، وعرف هو من بداية الثورة أنه كيف راح يصنع الأمجاد، وبالصدق أنه صنع الأمجاد بأيديه ووضع يد في يد البعض. كانت الأمور طبيعية جدا جدا. تم توصيل الجثث بالطريقة الإسلامية السمحاء. بعد ذلك تم تفصيلها وتكفينها ووضعها في التوابيت كي تنقل لعملية الدفن. تم إحضار بعض من يعرف القذافي أو مقربون منه بعض الشيء، منهم الشيخ الذي كان القذافي دائما يتحدث به ويفتي له الشيخ خالد تمتوش وابناء ابو بكر يونس الاثنين هم من قاموا. طيب سيد محمد، هل من اسباب ذكرت عن القيام بدفن القذافي في مكان سري وفي الصحراء؟ صحيح، القذافي بالفعل تم دفنه في مكان سري جدا. نعم، هل من اسباب لماذا دفن في مكان بغاية السرية؟ حتى لا يكون، لأن الشعب الليبي تضرر من القذافي كثير جدا جدا ودفع ثمن هذا الضرر، ومن الطبيعي أنه راح يكون إيجابيات وسلبيات. ما احنا كنا نتفادى أن تكون لنا أي ظواهر سيئة لهذه الثورة الشريفة. قمنا بدفن الجثمان في مكان سري حتى لا يقوم العبث به من أي كان. نعم. طيب سيد محمد، يعني حضرتك مسؤول اللجنة الأمنية اللي كانت مسؤولة عن أمن جثة الحماية جثة القذافي، بطبيعة الحال يعني في هذا المكان ما الذي لمسته اليوم؟ يعني حكي كثيرا بأنه تم هذا ليطمئن، يعني ربما الكثير من الليبيين ذهبوا ليطمئنوا كما قيل بأنه قد رحل القذافي. بدفنه اليوم ما الشعور الذي لمسته لدى المواطنين؟ لمست شعور راحة، وخاصة عند أهالي الشهداء الذين ضحوا بأبنائهم، وهنيا لهم فقد عاشوا أبطالا وماتوا أبطالا من أجل الوطن، وهم من علمونا قيمة ليبيا وقيمة أرض ليبيا، وأننا لن نترك ليبيا لأي شخص كان أو نترك بلدنا لطغاة أو ما شابه ذلك. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد محمد سند، مسؤول اللجنة المكلفة حماية جثة القذافي، كنت معي عبر الهاتف مباشرة من مصراتة.